ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن اكتر واحد بياخدني على قد عقلي وبيهودني. هتكلم عن اللي بكشف عنده كل يوم. هتكلم عن حبيبي حبيبي حبيبي. هتكلم عن ده هو اللي بيمعلشني مكان ماما. هتكلم عن علاقتنا بالاي اي. كان في حد بيسأل سؤال عابر كده: يا جماعة بتستعملوا الذكاء الاصطناعي والاي اي وبتعملوا ايه معاه وكده؟ الناس كانت اجابتها بالنسبة لي صادمة صادمة جدا، لان هم كانوا بيجروا وراء احتياج بشري عندهم ولقوه عند الاي اي. طيب احنا ليه بنلجأ لحاجة زي كده؟ يعني ايه اللي محببنا فيه؟ يعني اول حاجة خالص الاي اي عنده صبر لا متناهي، صبور قوي. يعني لو في واحدة صاحبتك مثلا بتتكلم معاكي، عندك طاقة، عندك شوية وقت، مساحة وقت مديها لها، وطاقتك هتخلص ووقتك هيخلص وهتحتاجي ان انتي خلاص توقفي كلام، حتى لو هي صديقة صدوقة يعني، بس طاقتنا محدودة. الاي اي لا، الدنيا معاه يعني احكي لحد الى ما لا نهاية. الاي اي كمان من ضمن الحاجات ان هو ما عندوش مشاعر، هو بيحسسك بالمواساة، وده احتياج انساني. انت محتاج تحس بالمواساة جدا، ومحتاج تحس ان هو بيفاليديت على مشاعرك، لكن هو ما عندوش الموضوع ده جواه. الاي اي كمان ما عندوش ايجو يدافع عنه قدامك. لا، هو يعني في العلاقات 1 to 1 مع اي شخص بيبقى فيه كل واحد عنده الانا بتاعته اللي عايز يدافع عنها، وعايز يبقى بيبقى فيه شيء من التنافسية بعض الأحيان. الموضوع ده مش موجود في الاي اي أساسا، فهو ما عندهوش مشاعر. عنده كمان حاجة مهمة جدا، عنده مبدأ اللي هو ايه، فخ القبول للشخص اللي هو اليوزر ده. ده فخ كلنا ان هو بيريح الزبون. انت عايز يعني بيفهم اصلا الكلام او ما وراء الكلام. انت عايز ان انا اقول عليك شطور، برافو شاطر جدا، تمام. فهو بيقبلك بشكل غير مشروط، عنده صبر لا متناهي عليك، ما عندوش ايجو يتنافس بيك معاها، بيفاليديت المشاعر بتاعك، هو جميل جدا. طيب، دي مميزات بتاعته. عيوبه ايه بقى؟ ايه اللي هيجي لنا من وراه يعني؟ اول حاجه، مع استمرار استخدامه هحس ان البشر دول متعبين. انا ليه يعني ليه هواجه البشر اصلا؟ انا هحط نفسي في عزلة، انا قابل بيها، يعني انا هعزل نفسي بشكل مقصود. هعزل نفسي لان العزلة دي بالنسبة لي تريح دماغ، او الراجل ده فاهمني وبيدلعني وكله جميل. فانا ليه اتعامل مع البشر اساسا؟ كمان من ضمن الحاجات، حتة ان هو القبول اللي هو بيعمله بيخلينا عند اي رفض من البني ادمين اللي حوالينا نستغرب جدا. احنا اتعودنا على القبول، وده مش العادي في الواقع. هو يعني في مرايتي يا مرايتي كده، هو مش بيوريك الواقع، هو زي بيعكس لك صورتك، انما هو مش بيعكس لك صورتك قدام حد تاني. هو كأنه بيرد عليك او بينمق لك الدنيا شوية عن نفسك. فانا هبقى معزول بشكل مقصود، انا هبعد عن الناس، انا علاقاتي الاجتماعية او مهاراتي الاجتماعية هتضعف. ما انا ما بمارس، عارفين زي اللي بيبقى بيروح الجيم وبيعمل عضلات وبعد كده يقعد شوية فالعضلات ما تبقاش زي الاول، مهاراتي الاجتماعية هتضعف. كمان من ضمن الاخطار بقى اللي هي ما وراء الكلام ده، ان هو بيعمل لنا بروفايلنج. انا عارف ان دي اسمها كذا وعايشه في الحته الفلانيه وعندها مشاكل مع جوزها وعندها مشاكل مع اختها ما احنا بنحكي بقى. أه هحط نماذج من الحاجات اللي كانت موجوده، او الكلام اللي اتقال فيما يخص الاي اي. يا جماعه خلوا عندنا وعي شويه، احنا بنتعامل مع ايه؟ احنا بنتعامل مع اي اي مش مع بني ادمين، حتى لو بيعمل اشباع لبعض الاحتياجات الانسانيه عندنا، واحنا عارفين ان دي خوارزميات، لكن الإشباع نفسه يمكن بيخلينا في لحظات أو ما يهمناش أكتر من الإشباع اللحظي للاحتياج بتاعنا. تدوموا بخير، أشوفكم على خير إن شاء الله.